قلت لجدي: لماذا تضع نقودك في المصحف؟ قال: لأني أعلم أنكم لا تفتحونه. رجل من البادية له من العمر 100 سنة، سألوه عن هذا النشاط في مثل هذا العمر، فقال: تركت الحسد فبقي الجسد. لو أننا نعلم ما يقال عنا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس. قليل من الماء ينقذك وكثير من الماء قد يغرقك، فتعلم دائما أن تكتفي بما تملك. كي تنجح في هذه الحياة تحتاج أمرين: الثقة والتجاهل. الغباء نقص، والتغابي كمال، والغفلة ضياع، والتغافل حكمة. الضيقة المجهولة لربما هي ذنوب تطلب منك استغفار. القرآن رئتك الثالثة حين تختنق من دخان الحياة، فهو ينفع، يشفع، ويرفع، فلا تهجروه. الصلاة تجعل الإنسان أكثر تحكما في انفعالاته. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. دائما الحاسد يراك مغرورا والمحب يراك رائعا. لا تتألم إذا أنكر أحدهم فضلك عليه، فأضواء الشوارع تنسى في النهار. تستحق التأمل. سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها، بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج، فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك. بعض المنعطفات قاسية لكنها إجبارية لمواصلة الطريق. تعلموا كيف تهدون النور لمن حولكم وإن كانت خفاياكم حالكة جدا. الذي يجلب النحس دائما ليس الحظ، إنما الذنوب المتراكمة والتي نسينا معظمها. إن المعاصي تزيل النعم. في الزواج أبسط مثال: في صدر الإسلام سهلوا الحلال فأصبح الحرام صعبا، وفي زمننا أصبح الحلال صعبا والحرام سهلا. وفي الزواج أيضا تقدم شاب فقير لخطبة فتاة فلم يوافقوا عليه، ثم تقدم شاب غني ولكنه فاسق، وافقوا دون تردد وقالوا سيهديه الله. لماذا لم يقولوا عن الأول سيرزقه الله؟ أليس الهادي هو نفسه الرازق؟ ما من صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ترتفع للسماء إلا وتهطل ب10، فعجبا لمن يبقى